شتي اللي كيقول لك البنكه حرام لي زانتيري ومتيريس وداكشي قول ليه هو داك اللي كيقول لك يفتح لك هاد الرياض هو راه حرام. و70 بنكه تمشي تسلف من عندها 70 بركه ولا السلف ديال عباد الله. غنقدر نتفهم كلام هذا السيد هذا، غنقدر نتفهمه واقعيا من واحد الناحيه، ولكن مختلف معاه من نواحي كثيره كما انت غتختلف معاه من نواحي كثيره. الناحيه اللي غنتفهموه منها وهي داك الحنش اللي كيعض، الحنش ديال الدين تيعض فعلا، والعقرب ديال الدين تتعض فعلا، سواء كان ربوي سواء كان من عند الناس، خاصه الى تغلب فيه الانسان مع كامل الاسف. ولدي من القصص في ذلك الشيء الكثير جدا جدا مما عاينه الناس وعالجوه من قصص الناس اللي عنده اللي تواصلت معاهم، خاصة إلا غلب عليك الدين. فالأمراض النفسية كتعيط، والهم بالليل كيعيط، والمذلة بالنهار كتعيط، وماء الوجه ما تهضرش عليه، وزيد 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 من الضرائب اللي كتأديها إلا غلب عليك الدين. الله يعافيني وإياك منه. ولكن هذا الجانب هذا احنا عذرناه منه وتفهمناه فيه، هو ربما اللي خلاه قال هذا الكلام هذا مع احترامنا لشخصه، ولكن الفكرة مغلوطة. ما يخلينيش هذا الشيء أنني نساوي بين الحلال والحرام، شتان بين شيء أحله الله رب العالمين وبين شيء حرمه. وما أحل الله عز وجل شيئا إلا لأن فيه خيرا، وما حرم ربنا عز وجل شيئا إلا وفيه ضررا، والعقوبة عليه وخيمة في الدنيا قبل الآخرة. شتان بين الحلال والحرام. وألم تسمع قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون، ما عمرو يوقف، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اضطراب ولا توازن وعدم حركة يسيرة متزنة، إنما الحركة مضطربة. شوف أي واحد إلا مسكون الله يعافينا وإياكم أو فيه مس شيطاني أو من الجن أو ما شابه، شوف مسكين الحركة ديالو كيفاش تكون، ومني تيجي ذاك المرض ومني تجي الحالة ديالو كيفاش تيكون. أنا رأيت مجموعة من العناصر وشفتهم، الله يشافيهم كاملين والله يشافي جميع المسلمين. حالة من الاضطراب ومن لا توازن. كذلك تكون حياة الإنسان التي يأخذ القرض الربوي، لأنه يحاد الله ورسوله، يعاكس أمر الله، يجحد بأمر الله، يخالف عن سبق الإصرار والترصد أمر الله ورسوله. وكنت درت فيديو في هذا السياق وحكيت فيه رؤيا الإنسان، وغنعاودها دابا اللي مسمعهاش يعاود يسمعها. إنسانة كبيرة في السن وما كنتهمهاش لا في عرضها لا في دينها لا في شيء، إنسانة أحسبها والله حسيبها صادقة. غتشوف رؤيا مناميه لواحد الشابه كانت ديك الساعه يلاه تزوجات هي والزوج ديالها، والزوج ديالها ما كانش مسكين خدام، يعني من بعد عاد غادي يخدم شويه في ظرف وجيز جدا، واش سنه وشي حاجه، غادي يشريو البقعه الارضيه بثمن وغادي يطلعوها، والدار غتطلع زوينه، وغادي يعني غتقاد الدار عن حقها وطريقها، البروميير ديالها السفليه والبروميير والسطح وكذا، الدار نضات في ظرف وجيز جدا. فغتشوف ليها هي رؤيه في المنام بان الدار ديالها مرتفعه فوق سطح الارض، يعني الدار مفصوله على الارض وكتزعلل الدار ديال السيده، كتزعلل كتمشي وتجي. فقالت لي هذه الانسانه هذه الرؤيا، قالت لي راش في الدار ديال فلانه كاين كاين. قلت لها الا استطعتي انك تسوليها كيفاش بنات الدار، لانني طاحت في بالي واحد الايه انا غادي نقولها لخوتو غادي يفهموني وغتشاطرني الراي حتى انت. طاحت في بالي واحد الايه ربما طاحت في بالك. فقلت لها قول لها واش شراو الدار بقرض ربوي ولا كانوا جامعين ولا كذا، الا كانت ممكن بيناتكم العلاقه اللي تسمح لها ان تسمح لك انك تسولي وتسمح لها انها تجاوبك. فقالت لك ماشي مشكل نسولها. فلما سالتها كانت المفاجاه وعزه جلال الله اللي تسمع وتشوف. قالت لك قالت لها خدينا الدار بقرض، خدينا القرض من عند البنك، هكا عبارات قرض ربوي، وبيه باش بناو الدار وبيه باش طلعوها، تيبقاو قالت تيخلصوا في الطريطات وتيبقاو تيخلصوا في كذا. هاد الانسانه الدار ديالها تتمشي وتجي. الايه اش تتقول؟ ان الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا توازن، اضطراب، ما كايناش الحياه السويه، ما كايناش الحياه الطيبه. ومن ذكرت هذه القصه في فيديو سابق عبروا مجموعه من الناس مشكورين، ومجموعه من الاخوان والاخوات مشكورات الله يرحم لهم الوالدين. فذكرت احداهن كتقول لك كنت انا والزوج ديالي هما موظفين بجوج، خدامين بخير وعلى خير، خدامين كل بصاليريو متعاونين على الوقت بين قوسين تتقول. لكن قال لك صاط لينا البرد في الودنين، مشينا تناخذ قرض ربوي، فلا الصالير ديالي قد ولا الصالير ديالو قد، ولا البركه بقات ولا البركه في الوليدات بقات، وكثره الامراض تسلطت علينا. وعزه جلال الله ادخل الكومنتات وتقرا، غتلقى الشيء الذي يهولك يفزعك يفجعك من احوال الناس وما اصبحوا يعيشونه بعد اخذ القرض الربوي. اللهم تصبر
على الاذى ديال البشر الا اضطريتي ليه ولا لا يضطرني لا انا ولا انت ليه، ولا الاذى ديال البشر زائد الهم والمذله زائد الغضب ديال الله سبحانه وتعالى، لان الله عز وجل يقول: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا وعيد، هذا ليس وعدا، هذا وعيد، تخويف من الله عز وجل، تحذير، توبيخ، رد البال. فاذنوا بحرب من الله ورسوله. من انواع الحرب ان البركه تمشي. واي واحد في خوتي خواتاتي اللي كيسمعوا دروك راه يقول لنا شنو اللي كاين، خليها وما تستهنش بتعليق غادي تكتبوه، ما تستهنش به، وعزة جلال الله راه يقرا انسان هو ساكت معلق متى حاجه، لكن قراه واستافد ورديتيه انه ياخذ الحرام وشجعتيه انه يثبت، او يشجعوا واحد اخر انه يمشي يتشجع على الحرام ويلوحوا ليه ويلوحوا بنفسه للتهلكه. اي واحد فيكم يقول لنا شنو اللي كان من انواع محاربه الله، الحرب الله عز وجل التي يعلنها على اخذ الربا واكله والموافق عليه، انه كيحيد ليه البركه في وقته، البركه في ماله، والله ما يعرفها فين مشات بالله. يهز 1000 درهم ويدخل بها للسوق والله ما يخرجها، في الاخر يلقى جوج مكفيفات واش عامرين ولا ما عامرينش، الصالير ياخذ اللي بغى ياخذ، ما يكملش ليه الشهر، بل بالعكس ما يكملش ليه سيمانه، يولي تيقلب عند من يتسلف. والله الذي لا رب سواه، إذا كنت أعرف شخصا والله العظيم إلا تيقلب النهار الأول علاش من عند من يتسلف، يوم النهار الأول اللي كيتخلص فيه، النهار الأول في الشهر، وهذا موظف بسبب الربا. وزيد 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 بلا ما نبقى تنذكر في قصص الناس، أنا ما تنسميهمش لكن كناخذ العبرة. تتمشي البركة من الوقت، البركة من المال، البركة من الوليدات، البركة من الصحة، البركة تزول البركة فتصبح المعيشة ضنكا، معيشة كحلة سوداء، ويولي الخصومات ويولي المشاكل لأتفه الأسباب، بل أحيانا بدون أسباب. هذا نوع من الحرب. وتسلط الأمراض في الوليدات، تشوف هذا يتقعد لك هذا تطيح هذا، يتقعد هذا يطيح لك هذا، ما تساليش تما بقيتي حتى تتوب وتعود إلى الله عز وجل. فما تقولش لي الله يرضي عليك راه اللي قال لك هكا راه هو الحرام، انا ما قلتش ليك، راه ربك الذي يقول، والله عز وجل الذي يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا، تبين لك سيدي ربي أن هذا في دائرة الحلية وهذا في دائرة الحرمة، شتان بينهم، يعني كاين فرق كبير. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحقها يهلكها، أي مال دخل فيه الربا يهلكه الله سبحانه وتعالى، يجعله بائرا فيه خسارة شديدة. ويربي الصدقات، يرفع من شأنها سبحانه وتعالى ويبارك فيها ويزيد. اللهم سيدي إن اضطررنا لذلك كلها لا يجعلنا أخوتي مضطرين له. تأخذ سلف من عند خوك وتصبر على حد الغلاصم ونكت الأراقم ومتون الصوارم والبلاء المتلاطم المتراكم عند الله سبحانه وتعالى. وإن اضطررت إلى ذلك، وأحيانا كتضطرك ظروف الحياة، وراه لا تحمل فرصة لأي واحد. خوتي وخواتاتي اللي كيسمعوا راه غيشبعنا لكليكينا على البطونه الخضراء اللي عنده. تضطرك ظروف الحياة إلى أشياء أنت في غنى عنها، ما عمرك فكرت أنك تطيح فيها، ولكن رغم هذا كله راك باقي في دائرة الحلال ما دمت تنوي أن تؤدي وأن ترد للناس أماناتهم، فيؤدي الله عز وجل عنا جميعا. وليس كالحرام، لا نسوي بين الحرام والحلال. الحرام فيه داك شي كامل، فيه داك الهم بالليل والمذلة بالنهار، وفيه طيار البركة وفيه، لكن ما معاش عقاب الرحمن سبحانه وتعالى، ما معاش الحرمان من الرضوان، ما معاش الحرمان من الحياة الطيبة في الدنيا وقبل الآخرة، ما معاش وزيد. فالحرام بين والحلال بين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. فنرجعون نقولوا في الأخر هذا الإنسان ناقشنا فكرته مع احترامنا لشخصه وحاولنا أننا نتفهموه، لكن ما نسويوش بين الحرام والحلال. وبيني وبينكم أخوتي نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجعل غنانا في قلوبنا. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون. الهجوا بهذا الذكر وأبشروا بعد ذلك بالفرج بإذن الله عز وجل وبالرزق الوفير. وصلنا إلى هذا المطاف، صلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.